لو في وصفة هعتمدها طول الشتاء هتبقى الوصفة دي. هنعمل النهاردة مع بعض خلية نحل سينابون بالقرفة، خطيرة، عجينة زي القطن، هشة، لذيذة، ريحتها بتقلب البيت جنب كوباية قهوة أو أي حاجة سخنة طول الشتاء بجد. مش هتبطلوا تعملوها. هنحتاج الأول كوباية من المية الدافية، هزود عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الجافة ونقلبهم مع بعض. أنا واثقة في الخميرة بتاعتي فهشتغل على طول. ربع كوباية من الزيت، وهنزود عليهم حوالي 3 معالق كبار من الحليب البودرة. ومهم في الوصفة دي ان احنا نستخدم الحليب البودرة، بيفرق جدا في قوام العجينة، بس لو مش موجود تقدروا تستغنوا عنه. 3 كوبايات من الدقيق دي متعددة الاستعمالات عادي. زودت عليهم كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتشتغل كمحسن للعجينة، ورشة كده من الملح، ونبدأ نعجن عشان ناخد عجينة ناجحة وتدينا نتيجة مظبوطة وهشة كده زي القطن. نخدم العجينة يا جماعة، نعجنها كويس 15 دقيقة عجن على الإيد أو 10 دقايق في العجانة لحد ما تبقى ناعمة وملساء. مسحة زيت وغطيها كويس واسيبها تخمر لمدة ساعة، وده كان شكلها بعد ساعة. رش دقيق كده بقى على الكاونتر أو الرخامة بتاعتنا ونبدأ نقطعها. قطعتها مكعبات كده واستخدمت الميزان عشان يكونوا قد بعض. وزن القطعة كان تقريبا من 15 ل20 جرام. وهنبدأ نحشيها على طول. استخدمت في الحشوة الجبنة الكريمي مكعبات زي كيري أو المراعي بأي ماركة تفضلوها. ممكن تستخدموا شوكولات، ممكن تحشوها سكر بقرفة، ممكن تحشوها، ممكن ما تتحشيش خالص على فكرة، زي ما انتوا عايزين. خلصت كل الكمية وحضرت بقى في طبق جنبي كده معلقتين سكر بودرة مع معلقتين كاكاو خام ومعلقة من القرفة. ونبدأ ناخد كل كورة نغطسها كده في البودرة اللي احنا عملناها دي، ونبدأ نرصها جنب بعض في الصينية بتاعتنا. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ بس كده. رشة كده من الخليط اللي احنا عملناه، بس يفضل ترشوها بعد ما تخمر للمرة التانية. سبتها تخمر كمان نص ساعة، وده كان شكلها بعد ما خمرت. تدخل بقى على فرن يكون متسخن كويس، درجة حرارة 200 في الرف التاني من تحت. درجة الحرارة الهادية بتنشف المعجنات. 200 هتبقى مناسبة قوي عشان تطلع معاكم هشة وطرية. بتاخد حوالي 15 دقيقة. في الوقت ده حضرت الصوص بتاع الجبنة، 4 مكعبات من الجبنة الكريمي، نص كوباية من السكر البودرة، معلقتين كبار من الزبدة، رشة فانيليا، ورشة ملح صغيرة، ومعلقة كده من بودرة الكريم شانتيه ودي اختياري، واربع معالق كبار من الحليب. ونضرب كل ده في الخلاط او الهاند بلندر. وده شكله خطير. تقدروا تتحكموا في هو سائل او مش سائل بالمعالق بتاعة الحليب اللي احنا زودناها. خلية النحل بتاعتنا استوت زي ما انتم شايفين كده، تحفة، ريحتها بتقلب البيت. اول ما بتخرج وهي لسه سخنة بغطيها كويس جدا حوالي 5 دقايق علشان وشها ما ينشفش وتبقى طرية جدا كده زي ما انتم شايفين. وهي لسه سخنة بحط عليها الصوص. وشايفين بقى ورقة الزبدة اللي كنا حاطينها في الصينية من تحت دي بتساعدنا ان احنا نخرج الخلية زي ما هي كده من الصينية. الصوص بقى ساح عليها، حطيت كمان رشة كده صغيرة على الوش من القرفة او الكاكاو الخام للتزيين بس. وشوفولي بقى الجمال، العجينة زي القطن، هشة جدا. بصوا الحلاوة خطيرة، ريحتها بتقلب البيت، شتوية كده ودفى في البيت. جربوها، انا واثقة ان هي تعجبكم جدا. وهتستغنوا بيها شوية عن السينابون وخطوات السينابون الكتير، هي نفس الطعم تقريبا وبجد تحفة وطرية جدا. جربوها وهستنى تقولي رأيكم فيها. انا والشفا مقدما، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.